والأمر الآخر أن يجمع بين متساويين أو متماثلين ويكون المقصود من الثاني حاصلا، مثل سؤال الأخ. لأن مثلا أن تصوم يوم 13، المقصود من صيام الأيام البيض أن تصوم اليوم 13، فإذا صمت اليوم 13 مع نية الست فقد حصل أنك صمت اليوم 13 وصمت الست. لكن السؤال هنا: هل يحصل لك أنك صمت 3 أيام من كل شهر مع الست؟ يعني الجواز جائز، وفعلا أنت صمت يوم 13 وال14 وال15 التي جاء الحث على صيامها. لكن السؤال: هل يقال إنك هنا صمت 6 من شوال و3 أيام من شوال؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يقال هذا، لأن 6 من شوال لها مقصود وال3 لها مقصود. فإذا كان من عادتك أنك تصوم 3 أيام من كل شهر وصمت 6 ووافقت 13 وال14 وال15 فصم 3 أيام من الشهر، لتكون صمت 3 أيام فيكون هذا كصيام الدهر من كل شهر، وتكون صمت 6 أيام فيكون هذا أيضا كصيام الدهر، لأن رمضان ب10 أشهر و6 أيام ب60 يوما، فهذان شهران، فهذا الدهر. فهذا مقصود وهذا مقصود، والله أعلم.